عندما ولد فرعون كان لذلك الحدث تأثير كبير على مصر كلها. كل ما أتمناه أنا أن يصبح ابني فرعونا قويا قاسي القلب حتى يستطيع أن يحكم البلاد دون أن يطمع في سلطانه أحد. والآن فلتحتفل مصر العظمى بفرعونها الجديد. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. أن مصر ملك لك، ومالك الشيء أكبر من الشيء نفسه، ومتحكم في مصيره وقدره، وبيده أن يسعده. إذن أنا ملك مصر ومتحكم في مصيرها، وأنا الآمر الناهي لكل شيء فيها. إن تجار السوق يتداولون إشاعة تقول إن الفرعون يحتضر. أعتقد أن نبوءة النبي يوسف قد اقترب ميعادها. إنه ميعاد مولد النبي الجديد الذي سيأتي من عندنا نحن بني إسرائيل. إن الحالة الصحية للفرعون الأب غير مطمئنة يا كبير الكهنة. لا أخفيك سرا يا مولاتي، لم يعد أمام الفرعون الأب الكثير من الوقت. إذن علينا الإسراع في إشراك الفرعون الابن في كل أمور الدولة وأسرارها، حتى إذا حدث ما لا نتمناه كنا على استعداد. مولاي، إن الأولويات لدينا هي أمن البلاد، فالقضاء على المخاطر الخارجية والداخلية أهم من أي شيء. وهل ما زال بنو إسرائيل على اتصال بالحوثيين؟ بكل تأكيد يا مولاي، وعددهم في ازدياد يوما بعد يوم. إذا اقتلوا أبناءهم عاما واتركوهم عاما كما أمر الفرعون الأكبر. واستمر جنود فرعون في تنفيذ مخطط فرعون من قتل الأبناء. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. سنظل كذلك يا عمران حتى يأتي الله بالنصر من عنده وعلى يد رسوله كما تنبأ جدنا يوسف. يشك جميع بني إسرائيل أن الرسول الجديد سيأتي من ذريتنا، فماذا سنفعل؟ لن نفعل شيئا، بل سيفعل الله، فنحن متزوجون منذ 4 أشهر فقط. وهذا يعني أنك في شهرك الثالث ولم يتبقى سوى أشهر وتلدين، فماذا لو كان ولدا؟ لا تستبق الأحداث يا عمران، فكما أرسل الله لنا طفلنا فهو قادر على حمايته. هكذا استمر فرعون على نهج أبيه بقتل ذرية يوسف بن يعقوب، ولكن كل هذا لا يستطيع الوقوف أمام إرادة الله.